السلام عليكم ورحمة الله. واش مع السخونية ما بقاتش عندك الشهية؟ واش هادشي عادي؟ ابن البيطار ذكر نباتات عطرية كانت كتستعمل تقليديا لدعم الهضم، ومن بينها النعناع. في الأيام السخونة كاين اللي كيرتاح مع مشروب النعناع البارد بدون سكر، زائد مع وجبات خفيفة ومتوازنة. هذه من العادات اللي كانت معروفة عند بزاف ديال الناس. معلومة علمية في 5 ثواني. ملي كتطلع الحرارة الجسم كيركل على تبريد نفسه، وهادشي يقدر ينقص الشهية عند بعض الناس. وباش تحافظ على النشاط ديالك شرب الماء بانتظام، وكل وجبات صغيرة وأكثر من الفواكه والخضر الغنية بالماء. دقيقة مع ابن البيطار. كان ابن البيطار يهتم بوصف النباتات العطرية واستعمالاتها كما نقلها عن العلماء والأطباء قبله، واليوم الباحثون يدرسوا هذه النباتات لمعرفة فوائدها وحدود استعمالها. حقيقة أو خرافة؟ خاصك تفرض على راسك تاكل بزاف السخونية؟ خرافة. الأفضل هو وجبات خفيفة ومتوازنة مع شرب الماء حسب الحاجة. إلى عجبك الفيديو دير لايك واشترك في القناة باش توصلك حلقة جديدة من تراث ابن البيطار بعين العلم الحديث. واكتب لنا شنو هو الموضوع اللي بغيتيه الحلقة الجاية.